مش هتصدقوا انا عملت ايه. عملت مصيبة عمري في حياتي ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان انا ممكن اعملها، وهي ان انا افطر بيض او اكل بيض عامة. بجد اصعب حاجة ممكن اكلها البيض واللبن والجبن والحاجات دي كلها، بس هعمل ايه بقى، انا مضطرة. فهنا حاولت ان انا اسلق البيضة، وبصوا زي ما انتوا شايفين طلعت منها الصفار كله وحطيت البياض بس، وغرقتها فلفل اسود. ويلا بقى عشان نجهز الغدا مع بعض. دي فراخ انا متبلاها زي ما انتوا عارفين، بتبل الفراخ اول ما بتيجي وبحطها في الفرن وهي متبله. وبعد كده كنت بعمل بقى صلصه الطماطم بس من غير اي دهون خالص. فحطيت هنا بقى البصله وقعدت اقلبها شويه عشان تدبل، هي طبعا عمرها ما هتتحمر زي ما بنحط لها الزيت، بس فقعدت اقلب فيها بقى شويه عشان تحمر. وبعد كده بقى حطيت الصلصه. وهنا بقى كان باقي الهدوم الشتوي بحاول اشيلها في مكان، ومش عارفة اشيلها ولا احطها فين خالص. وهنا بقى الفراخ بعد ما استوت طلعتها من العظم بتاعها وحطيتها جوه السندوتشات، وعملت هنا طماطم بملح وفلفل وشطة. دي بتبقى حلوة قوي مع الاكل عشان انا زي ما قلتلك مش بحب السلطة. خلصنا نقل الهدوم الصيفي والشتوي. بجد اكتر حاجة بكرهها في حياتي اللي هو بقى الاول كنا 2، فدلوقتي بقى الوضع بقى مختلف. لبس نيلي ما شاء الله مش عارفه اوديه فين. الزحمه بقى والكراكيب، انتوا عارفين بقى لبس الصيفي ولبس الشتوي، والهدوم اللي خلاص مش هينفع تاني، والهدوم اللي هتكمل معانا وكده. فالدنيا بتبقى مبهدله جدا جدا، لان انا كمان مش بنقل من دولاب لدولاب، لا انا بنقل في شنط. لان عندي مخزن كده فبحط فيه شنط السفر، فبنقل فيه هدوم نيلي اللي هي صغرت عليها، والهدوم اللي هي الشتوي خلاص. فالموضوع بجد بجد بيبقى متعب ومرهق جدا. وطبعا بقى لما تيجي تفتحوا موضوع الدواليب ده بيفتح بقى معاكم حاجات كتير قوي. فالحمد لله خلصنا الشقة الحمد لله. فدلوقتي بقى رايحين مشوار انا واسراء، فاستنوا بقى اشوفوا رايحين فين مع بعض. بصوا احنا بقالنا اصلا ساعة بنحاول نعمل الفيديو ده، كل ما نيجي نتكلم بصوت دوشة، حد يجي يخبط علينا في العربية، نضحك نكحل. اهو من ساعة ما نزلت انا كحتي. يا جماعة بيتريقوا كلهم على الكحة بتاعتي. انا واحدة مريضة والله العظيم، انا تعبانة. فكل يعني بعد فترة بتعالج على فكره. كل ما بيتريقوا عليا كلهم بيبقوا نفس المنظر بالظبط. يعني اللي تعبان ده بيروح للدكتور بيتعالج بيعمل اي حاجه، ما انا عندي حساسيه. فلما باجي عم الحاج بيعمل اي دخان اي حاجه بشمها، اي برفان اي حاجه بشمها غصب عني بكح. فطبيعي هكح ليه بقى؟ يفضلوا يقولوا ده راجل بيكح، ده ايه الكحه دي؟ وبعديها والله بيبقوا نفس الكحه بالظبط، نفس الكحه بالظبط كلهم. لا والله انا قلت مش هتريق عليها، بس هي كحتها بتضحك. اعمل ايه طيب؟ اموت نفسي يعني ولا اعمل ايه؟ بس بقى نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول. بس هنخش في الموضوع على طول، وكفايه هزار وضحك والكلام ده. وانا مش هضحك تاني. انا مش هضحك تاني. وهي قالت لي مش هكح تاني. طب غصب عني والله، كل ما في هوا بيدخل بقى كح طبيعي. ماشي. المهم احنا النهارده نازلين لاكتر مكان احنا بنحبه في الدنيا. بصوا يا جماعه بجد احنا لما بنكونش يعني عارفين نعمل ايه بننزل المكان ده، اللي هو حتى ما بيكون مش معانا فلوس يعني وقت مش مهم نشتري، مش مهم. المهم ان احنا نبقى ملمين هو جاب ايه النهارده. يعني ده اكتر مكان بجد، يعني اللي هو ايه، لازم نروح والله. مش هنشتري لازم نروح ناخد لفه كده ونطمن ان احنا عارفين. وهو على فكره بجد اللي هيجي المكان اكيد يعني هيحبوا زينا، او اللي عارف المكان اصلا اللي عارفين المكان كلهم هيكتبوا لنا في الكومنتات ان هم اكيد زينا بيحبوا المكان ده جدا، لانه بجد مكان يعني والله العظيم. يعني بعيدا عن هو في محلات على فكره كتير قوي نفس اللي احنا هنوريه لكم كده، بس ده الوحيد اللي انتوا تحسوا ان انتوا داخلين بيتكم بجد والله العظيم. تحسوا ان انتوا داخلين بيتكم. هي بصوا من ساعه ما دخلنا وهي عماله بتضحك، ما اعرفش ليه، عشان عارفه ان انا بص انا كاتمه الكحه جوايا، مش عايزه الكحه اصلا بسببها. يا جماعه هي عندها كده طريقه لما بتكون عايزه تكح وتكون كاتمه الكح بحس طب اعمل ايه طيب؟ والله كاتمها عشان هعمل ايه طيب؟ ماشي. فكل حاجه بقى بنجيبها من عندهم. وريهم اكسسواراتي. كل الحاجات من عندهم. الجولد بتاعنا كله من عندهم. ده دهب على فكره اصلي. ده دهب اصلي، احنا مش بنلبس اي حاجه يا جماعه. احنا مجانين اصلا. ده مش بلاستيك، اكسسوارز. ده دهب. بصوا
ده مش بلاستيك، ده دهب على فكره. بس فيلا بقى بينا ندخل جوه نشوف ونحاول نصور لكم بصوره اوضح، عشان لو المكان ما شاء الله بيبقى زحمه، فلو عرفنا نصور لكم بصوره اوضح ونعرف نتكلم. بس احنا نزلنا بقى بدري النهارده، يعني نازلين بدري قوي عشان خاطر نلاقي النور قطع. النور قطع في العربيه. فاحنا نزلنا بدري عشان خاطر ان يكون المكان هادي وفاضي ونعرف نصور. فيلا بقى بينا ندخل جوه، يلا بينا. وهنا بقى كنا دخلنا المحل، والمحل هو اسمه لين. المحل ليه فرعين في السلام، واحد فرع في شارع عثمان وفرع في شارع اسمه عمر بن الخطاب. المحل بجد فظيع، واحنا صورنا لكم في الفرع التاني عشان ده الفرع الجديد. كل حاجة عنده تحفة، استحالة تلاقوا كل الحاجات دي عند محد تاني. شكل الطوق، شايفين شكل الطوق عامل ازاي؟ كل الاشكال وكل الالوان وكل حاجة عندهم بجد، كل حاجة كل قطعة منها مميزة. حتى البرتفيهات، بص البرتفيه اللي مع اسراء فظيع فظيع، وخامتهم تحفة جدا. كل حاجة عنده حلوة قوي قوي. حتى لو انتم مش داخلين عشان تشتروا حاجة، غصب عنكم هتشتروا حاجة من كتر جمال المحل. بجد عنده حاجات فظيعة، عندهم من كل حاجة، كل الالوان والطبق، كل الاشكال اللي انتم ممكن تتخيلوها. يعني انا ما بعرفش اجيب اي حاجه نيلي غير من عنده. كل التوك وكل حاجه عشان تبقى مميزه لازم اكون مشتريها من عنده. شايفين كل الاشكال، كل توكه يعني في منها كل الالوان بتاعتها. شايف بصوا التوكه عامله ازاي، فظيعه. واسعارهم بتبقى من 10 جنيه ل35 جنيه. 35 جنيه دي ممكن تبقى الفيونكات، ممكن تبقى الباكت بتاع التوك زي الباكت ده كده. ده بكام؟ ده ب45 او 35. معلش يبقى كده الاسعار كانت من 10 جنيه ل45 جنيه. صدقوني مفيش حاجة يعني اغلى من كده. واللي هي سعرها من 35 او 25 او 45 دي اللي هي العلب. فاهمين؟ هوريها لكم دلوقتي. في علب كده كبيرة فيها توك كتير جدا، اكتر من 100 توكة كلهم مع بعض. دي ممكن تبقى عاملة 35 45 كده، على حسب شكلها وعلى حسب الالوان بتاعتها. الفيونكات دي بقى فظيعة، خطيرة خطيرة خطيرة. هتشوفوها في الفيديو بتاع نيلي بتاع حفلة التخرج وهي لابسة فيونكة من الفيونكات دي. كل اللي شاف الفيونكة بتاعت نيلي قال عليها ان هي احلى فيونكة شافوها في حياتهم، لان هي بجد كانت حلوة جدا جدا جدا. دي بقى الباكيتات اللي انا بقولكوا عليها. شايفين الباكيت اللي تحت ده؟ دي تقريبا ب25 تقريبا، مش متذكرة قوي يعني، بس تقريبا دي ب25. فيها لونين، وفي منها لون واحد، وفي منها بتبقى الوان كتير قوي مش لونين بس. واللي فوق دول بيبقوا عاملين من 35 ل45. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ احجام بقى صغيرة وكبيرة وكل حاجة. لو وصلتوا بقى معايا في الفيديو لغاية دلوقتي، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتشجعونا وتقولوا لنا انتوا عارفين محللين ولا لا. بس بقى يلا نكمل بقية الفيديو مع بعض. ودي اسراء وهي محتاسة ومش عارفة تعمل معانا ايه، وانا هنا جيت عشان اوريكم الشنط. ايه رأيكم بقى في الشنط؟ بيبقى عنده شوية شنط فظيعة، شنط عادية وشنط براندات. الشنط البراندات لما تيجي تاخديها بتبقى محطوطة في البوكس بتاعها ومعاها الكروت بتاعتها، وفي شنط عادية. بصوا بقى شنط كل الاشكال وكل الالوان وكل الاحجام وكل حاجة حلوة ممكن تشوفوها. بجد انا بقول كل حاجة حلوة في المحل ده لان انا فعلا بحبه جدا جدا جدا. انا بعمل له دعايه، مع ان هو ما طلبش مني ان انا اعمل له دعايه، انا اللي دخلت وصورت جوه المكان. بس بجد المحل فظيع 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 فظيع. بصوا بقى الشنطه السودا دي، جلدها عارفين اللي هو الجلد الناعم ده اللي تحسه ناشف شويه. مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس حلوه قوي 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 قوي. كل حاجه بجد حلوه. انا عماله اقول لكم حلوه 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 عشان انا يعني من كتر حبي في المكان، ومن كتر ما فعلا الحاجه اللي عنده كلها حلوه، وانا ما بقيتش بجيب حاجه غير من عندهم. سواء ميك اب، سواء شنط، برفان، التوك بتاعت نيلي، كل حاجه بجيبها من عندهم. وهنا اسراء بقى بتورينا البارتيشن التاني، وده عباره عن اللاشز اللي هي الهير باي هير، واللي هي اسمها ايه مش عارفه اساميهم بقى والله، عشان انا ماليش فيهم اصلا، فما اعرفش اساميهم ايه بالظبط. بس بصوا عنده كل الاشكال، يعني عنده اشكال كتير قوي. يعني عنده منها الكامله وعنده منها النص، واللي هي زي ما بقول لكم الهير باي هير. وكمان عنده ضوافر بتاعه ابو يوسف، اللي هي اللي انا مسكتها دي، اللي اسراء مسكتها دي بتاعه ابو يوسف. ابو يوسف بجد مش ممكن تلاقوا ضوافر ابو يوسف غير عند لين في السويس.
احلى ضوافر ممكن تجيبوها بتاعت ابو يوسف. ففي السويس هنا مش منتشر قوي غير عند لين، ودي كمان من ابو يوسف تحفة. احنا اصلا بنميل للالوان دي، اللي هي لو هنركب ضوافر بنحط الالوان اللي هي البيج، الحاجات اللي هي الهادية قوي دي، مش بنحط الالوان اللي هي المطرقعة دي خالص. وهنا بقى عنده الميداليات دي كان فيها حروف، انا واسراء عمالين نمسك بقى الحروف بتاعتنا وعمالين نجمع اسامينا من الحروف دي. بصوا هي ماسكه بتوريكوا ايه بس. وفي بقى اللي هي الميداليات اللي بتتعلق في الموبايل، اللي هي اللي تحت دي شايفينها الخرز، وفي بقى منها فوق تاني شبه يعني زي الالعاب كده دباديب. ودي بقى كل الخواتم اللي عندهم، محابس وخواتم واشكال دبل وكل حاجه عندهم حلوه، وكل المقاسات موجودة، اي مقاس انت عايزاه مش موجود في الحاجات المعروضة هي ممكن تجيبهم لك من جوه. بس فضلنا بقى نقيس في الحاجات، وطبعا قايلين مش هنشتري حاجة، ودخلنا واشترينا حاجات كتير قوي عشان كل حاجة بنشوفها تعجبنا نلف 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 ونرجع تاني عشان خاطر نشتريها. احنا ساعات اصلا كتير قوي نشتري مثلا خواتم من اي مكان تاني او كده، تقعد معانا شوية وبعد كده اللون هيغير، اللون اللي هو الذهبي ده يغمق شوية، فاهمين؟ بس هنا حاجاتهم مضمونة قوي. بصوا بقى دي شوية شنط سواريه جميلة شيك بصراحة، يعني هي غالية بس شيك تستاهل. انتوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ ودي اسراء هتموت وتجيبها بجد، عايزة تجيب منها الكبيرة وصغيرة هتموت وتجيبها. بس دي بقى اللي انا كنت بقولكوا عليها من شويه، اللي هي الدباديب والحاجات اللي بتتعلق في التليفون. طبعا نيلي لو كانت معايا ما كانتش سابتني غير لما اجيب لها واحده. وهنا بقى انا واسراء اشترينا من السلاسل دي، اشترينا سلسله انا وهي زي بعض، هتشوفونا لابسينها احنا الاتنين مع بعض. اشترينا زي بعض بالظبط لان هي عجبتها واخدتها، وانا رحت بعديها عجبتني، يعني انا معرفش ان هي اخدتها وهي ما تعرفش ان انا اخدتها. اتفاجئنا بقى في الاخر ان احنا جايبين حاجه زي بعض. بس بقى وهنا بقى كان البرفانات، عندهم تشكيلة برفانات فظيعة، الكوبي وعندهم اوريجينال وعندهم اللي هي التسترات الصغيرة دي، كلها حاجات تحفة. بس بقى واحنا بنصور للأسف كان ميعاد الحظر، فللأسف فجأة كل المحلات قفلت زي ما قلت لكم ان احنا نازلين بدري، بس عبال ما اخدنا وقت في التصوير وكان الحظر هنا هيقفل الساعة 9 المحلات، فقفلوا علينا الانوار وكل حاجة، فللأسف ما كملناش تصوير، والجزء بتاع الميك اب معرفناش نصوره عشان خاطر هما قفلوا. فطبعا احنا مش بنحب نأذي حد، ما ينفعش كنا نفضل فخرجنا بقى بسرعة عشان خاطر يلحقوا يقفلوا قبل الحظر. بس احنا استمتعنا جدا بقى في الفيديو ده، وانتوا كمان ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب.